تعالى معايا في الفيديو ده هعرض لك 28 جول من ثلاثي الرعب أبو تريكة وعماد متعب وبركات في مرمى الزمالك، كل هدف أحلى من التاني. ويلا نبدأ بنعم الناس محمد أبو تريكة. وده أول هدف معانا وهو بينيم لعيبة الزمالك حواليه يمين وشمال زي ما أنت شايف، وفي واحد هنا أخد له تغفيلة كده لمدة ثواني بسيطة، وبعد كده حط تسديدة ولا أروع ولا أجمل فين في السوكة فوق في المقص. وده هدف من أحلى أهداف أبو تريكة في نادي الزمالك. وده الهدف التاني معانا، وللعلم الهدف ده في منه بنفس الطريقة دي كتير من أبو تريكة. حد بيكون مسدد تسديدة أو لاعب كورة عرضية وأبو تريكة بيحط رجله ويغير اتجاهها في قلب مرمى الزمالك. بس تقدر تقول لي بقى مين اللي سدد الكورة دي؟ لو قلت مين هو فيبقى أنت كده أهلاوي أصيل وصميم. وده الجون التاني معانا لأبو تريكة في مرمى الزمالك. الهدف التالت معانا لماجيكو في قلب مرمى الزمالك، كان بعد مراوغة وعرضية ولا أروع ولا أجمل من الغزال الأنجولي جilberto، وقطع أبو تريكة على طول على العرض القريبة، ولا أحسن مهاجم وحط الكورة بدماغه زي ما الكتاب بيقول، ولا أكنه صانع لعب. الراجل ده كان مهاجم، أو الراجل ده كان بيلعب في أي حتة حرفيا. الهدف الرابع معانا للساحر والماجيكو أبو تريكة، بيستلم كورة عماد متعب وبيروح يحط الكورة ولا أروع ولا أجمل بعد الاستلامة في السكس يارد. وشوف مدافع الزمالك اللي بيحاول يستقتل ويطلع الكرة من على خط المرمى، بس ده على مين؟ ده على الماجيكو اللي بيحطها في السقف فوق خالص ويخلص الجول الرابع. الجول الخامس وعلى طريقة أبو تريكة وعلى طريقة أفضل مهاجمين العالم، الراجل برضو بيقطع على العرض القريبة وبيسرق المدافع زي ما الكتاب بيقول حرفيا بعد عرضية إسلام الشاطر، ويقدر يحط الكرة بمنتهى السهولة في الزاوية البعيدة زي ما الكتاب بيقول. أبو تريكة حرفيا كان راجل بيخلص أهداف بكل الطرق. جول جديد للماجيكو بعد عرضية من بركات، وبرضه بيسرق الاتنين مدافعين وبيقطع على القريبة ويدخل يحط الجون بمنتهى السهولة في مرمى عبد الواحد السيد، المرمى المخصص والمحبب لقلب محمد أبو تريكة. الجول اللي هيتعرض قدامك دوت من أهم أهداف أبو تريكة في ماتشات الزمالك. ليه من أهم أهداف أبو تريكة؟ لأن الجول ده كان تقريبا في بلس 90 في الوقت بدل ضايع في نهائي كاس مصر، وأبو تريكة بيرجع تاني بالنادي الأهلي قدام نادي الزمالك في ماتش كان صعب جدا، والماتش ده قدر الاهلي يخلصه في الاشواط الاضافيه 4-3. عايزك تتفرج على الجول معايا وتستمتع، واللعيبه كلها بتهرب بالكوره لحد ما بتروح للماجيكو اللي بيخلصها بمنتهى السهوله واليسر، وهو ده ابو تريكه بتاع الاوقات الحاسمه. ده الهدف العظيم بتاع عودة الماجيكو زي ما انتم شايفين، الكرة المتعب ومن متعب لشوقي اللي بيحطها لتريكا اللي بيخلص على طول من لمسة واحدة قدام عبد المنصف فين في السكس يارد ومن غير رقابة خالص. طبعا خطأ من دفاع نادي الزمالك انه يسيبوا لعيب بقيمة ابو تريكا كده واقف لوحده، ولكن هو ده الماجيكو اللي بيخلص دايما في الاوقات الحاسمة. انا بالنسبة لي بقى الجول اللي جاي ده من افضل اهداف ابو تريكا تقريبا في مرمى الزمالك. ده هشتك ودلع عبد المنصف تدليع ولا اروع ولا اجمل، يا دوب رقصه كده وهوشه بوسطه، بس عبد المنصف راح المولد وحط الكوره بمنتهى السهوله. يلا نشوف الجون ونحلله مع بعض، يلا بينا. هو ده احلى جون سجله ابو تريكة في مرمى الزمالك من وجهة نظري، بعد تمريرة جميلة من حسام عاشور، وابو تريكة بيروح لعبد المنصف يا دوب بيهوشه وبيرقصه بوسطه من غير كورة ومن غير اي حاجة خالص. وهي دي قيمة الماجيكو اللي دماغه مليانة كورة ومليانة فن، ورجله كانت بتقدر تعبر عن ده بمنتهى الاريحية والسهولة واليسر. فاكر لما قلت لك ان تريكة سجل اهداف زي دي كتير لما تكون كورة متشاطة او ملعوبة بالعرض وهو بيقدر يغير اتجاهها كده في الطريق؟ ده هدف في نفس الطريقة بعد تسديدة من شريف عبد الفضيل، تلاقي دماغ الماجيكو محطوطة فيها عشان يغير اتجاهها ويوديها اتجاه الجول. وهي دي اهداف ابو تريكة، وهو ده الماجيكو محمد ابو تريكة اللي كان بيقدر يحول اي كورة لهدف جوه ال 18. انا متأكد انت ممكن ما تكونش فاكر الجول ده اصلا. ده جول برضو لابو تريكة في مرمى الزمالك بعد عرضية من عبد الله السعيد، يخش ابو تريكة يحط دماغه على طول في البعيدة لعبد الواحد السيد، لا تصد ولا ترد. وعايزك تتفرج على الماجيكو اللي تقريبا كان بيلعب صانع لعب، بس مش صانع لعب، هو كان بيلعب مهاجم تاني بعد عماد متعب، بيقدر يكمل على طول ويسجل اهداف، وخاصة في المرمى المحبب بتاعه مرمى الزمالك. وده الهدف الوحيد اللي كان من ضربة جزاء في مرمى الزمالك من ابو تريكة في الاستاد الكبيس استاد الجونة اللي الله ما يعودها ايام من تاني. وده بالنسبة لي يصنف تاني احلى هدف بعد الجول بتاع ترقيصة عبد المنصف. الكورة دي بعد تمريرة ولا اروع ولا اجمل وسند عالمية من وليد سليمان بكعبه كده لابو تريكة اللي بيخش يحط وش رجله على طول على طريقة محمود الخطيب بيبو من مرة واحدة في البعيدة، لا تصد ولا ترد. ودي من اهداف ابو تريكة المميزة جدا في مرمى الزمالك.
وده الجول الأخير معانا وجول التثبيتة أو جول محمد أبو تريكة وهو بيثبت عبد الواحد في مكانه. تقريبا كده جوان الزمالك كلها كان فيها تهزيق لحراس المرمى زي الجول ده. الراجل بس بنظره كده بص لعبد الواحد السيد مسمره في مكانه عشان يحط وش رجله على طول في البعيدة ويسجل هدف جميل في مرمى الزمالك زي كل أهداف الماجيكو في مرمى الزمالك. وده أول هدف معانا لعماد متعب اللي بيعمل ار2 جميل برجله الشمال، ودي حاجة جديدة ومختلفة. ار2 برجل الشمال في البعيدة وقاعد عبد الواحد السيد يتفرج على الكورة زيه زينا بالظبط. تاني جول معانا وهو الجول الأشهر وهو جول فقرات مدحت عبد الهادي اللي بيتعالج منها لحد دلوقتي بسبب لفة عماد متعب بيه اللي كسر له فيها ظهره وجاب له حاجة في الغضروف، وللأسف عبد الهادي لحد دلوقتي بيروح مستشفى الزيتون يتعالج، وحطها برجله الشمال برضه في البعيدة. ولا أروع ولا أجمل من كده، قناص مش أي كلام، هو ده متعب وأهدافه الجميلة في مرمى الزمالك. ودول الهدفين التالت والرابع اللي شبه بعض، واللي شبه بعض في ان الكوره بتترد من العارضه ولكن في قناص واقف مستني اسمه عماد متعب، ما بيجليش الحاجات دي خالص، واقف صاحي واقف مستني الكوره جوه ال 18 وخلاص من لمسه واحده يخلص في الجون. عامل مشترك بين الهدفين هو محمد عبد المنصف اللي واقف زي قلته في الهدفين، وده عماد متعب القناص. واول 4 اهداف، يلا بينا نخش على الهدف الخامس على طول. الهدف الخامس معانا للمتعب عماد متعب في مرمى الزمالك بينم على ذكاء المهاجم اللي بيلعب على اخطاء المدافعين. يعني هو توقع هنا ان المدافع هيرجع الكوره بشكل خاطئ، وفعلا ده اللي حصل. وخلاص عماد متعب اخدها من مره واحده خلصها في الشبكه، لان ده القناص اللي ما بيفوتش الهدايا والفرص اللي بتجيله من المدافعين. والهدف السادس معانا هو هدف من الاهداف الجميله قوي برضو، وهدف تهزيق كده لحارس المرمى اللي رقصه مره والتانيه حطها له في البعيد على طول، ورغم ان المدافعين الاتنين واقفين على الخط قال يعني هيشيلوا كوره امام متعب، ولكن الدقه هنا في التسديد لعبها في البعيده خالص. بليسنج جميل جدا جدا جدا، لذلك يصنف من احلى اهداف المتعب عماد متعب في مرمى الزمالك. طبعا المباراة دي من أحلى مباريات الأهلي والزمالك واللي خلصت 4-3 في نهائي كأس مصر. وتعالى اتفرج على الفينش بتاع عماد متعب اللي حط الكورة بوش رجله لعبد المنصف فوق في سقف الشبكة، لا تصد ولا ترد. تسديدة قوية جدا، مش قوية بس قوية بدقة بمهارة بسرعة، بإن هو أخد المدافع أصلا في ظهره والمدافع ما قدرش يعمل معاه حاجة ولا يتعامل معاه. جون صعب جدا، جون حلو جدا، ومن أحلى أهداف عماد متعب في مرمى الزمالك. شباك الزمالك كانت شباك مفضلة جدا بالنسبة للعمدة عماد متعب، ومنهم الهدف الجميل ده اللي برجله الشمال بعد تمريرة حلوة أرضية أخدها متعب على طول وما سماش عليها، حطها بشماله من مرة واحدة، وهدف جديد وهدف الثامن لمتعب في مرمى الزمالك وفي شباك الزمالك. مباراة 3-3 وما أدراك ما هي مباراة 3-3 وليلة تألق عماد متعب اللي سجل فيها هدفين رغم إصابته، منهم الهدف ده اللي ضحك على دفاع الزمالك كالعادة يعني، وراح حط الكورة على طول بوش رجله كده من فوق عبد الواحد السيد. كورة صعبة جدا بتبين قد إيه الراجل ده كان مهاجم قناص ومهاجم مرعب. الهدف العاشر والأخير معانا وكان في نفس المباراة بس المرة دي على طول عن طريق عماد متعب بدماغه بعد ما ضحك على عمرو الصفتي اللي كان بيقول لك أنا مفيش مهاجم في مصر كان بياكل معايا. شوف إزاي متعب طلع حط الكورة بدماغه وهو حضنه أصلا، والراجل يعني شوف راح فين. عمرو الصفتي قاعد أهو تحت في الشبكة مش عارف يعمل إيه ومش عارف إزاي متعب طلع حط الكورة بالشكل ده بالطريقة دي بقفاه تقريبا وهو ماسكه وهو حضنه. ودي قيمة عماد متعب المهاجم القناص الكبير اللي كان بيسجل بكل الأشكال وكل الألوان. ودول كانوا 10 أهداف للعمدة عماد متعب في مرمى الزمالك الشباك المفضلة. وده أول هدف معانا لبركات بعد جملة جميلة بين عماد متعب وأبو تريكة وكعب جميل من متعب، وأبو تريكة دخل حط الكرة بوش رجله اللي بيشوف ويتكلم جت في العارضة، بركات لقاها والجون فاضي قدامه طبعا رزقه وحط هدف جميل في نادي الزمالك. الهدف التاني معانا لكوتا في مرمى الزمالك وفي مرمى عبد المنصف، وقدر برضه بعد انفراد جميل يحط الكورة في الزاوية البعيدة لعبد المنصف ويقول له خد يا منصف دي، خد حتة اللوزاية حتة الآيس كريماية دي، حطها له في البعيدة لا تصد ولا ترد.
عارف مثلث الرعب التاريخي؟ هو ده مثلث الرعب التاريخي. تريكة متعب بركات اتفرج معايا على الهدف الجميل ده في شباك الزمالك من انشاء الثلاثه ومن تاليف الثلاثه. الاول باصت ابو تريكة بوش رجله الخارجي العظيم، وبعد كده تفويته متعب بكعبه كده لبركات اللي راح على طول انفراد، خلص الكوره بمنتهى السهوله ونيم عبد المنصف في الارض، قعده كده اكنه قاعد في حمام بلدي. ودي قيمه مثلث الرعب الثلاثي اللي كانوا بيلعبوا الزمالك كل فرق افريقيا. طبعا الجون الاشهر لبركات في مرمى الزمالك واكتر جول بيجيب حرقان وشياط وجوده في ماتش 3-3 العظيم، لما قال لعماد متعب وسع كده يا عم، وسع كده يا عم، هات الكوره دي، واخد الكوره من متعب وراح حطها على طول في سقف المرمى لعبد الواحد السيد، رغم وجود 8 او 9 مدافعين للزمالك، ولكن محدش قدر يوقف تسديده بركات ولا يوقف هدف بركات الجميل ده، اللي بعد كده راح ناحيه جمهور الزمالك وقلع التيشيرت، وجمهور الزمالك ساعتها قعد يرميه باتهامات باطله ما حصلتش اصلا. ودي قيمه محمد بركات الزئبقي. وده الجول الخامس والاخير معانا لبركات ملك الحركات في مرمى الزمالك، وتسديده قويه صاروخيه من على حدود ال 18 لا تصد ولا ترد، ومن احلى اهداف بركات في مرمى الزمالك. كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك. سلام.